اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اليوم اللي كنا بنبقى مكسلين نعمل فيه اكل او عايزين نخرج ونجيب اكل جاهز من بره وما نتكلفش، ما كانش قدامنا غير اننا نجيب كشري. كنا نقول هنجيب كشري كده نعدي بيه اليوم وما نصرفش كتير. دلوقتي طبق الكشري بقى ب50 جنيه، يعني الطبقين اللي قدامنا دول عشان نجيبهم ونعدي بيهم اليوم يبقى عايزين 100 جنيه. ولا هيشبعوا ولا هيعملوا معانا اي حاجة، هم معلقتين رز ب50 جنيه. طب ايه رأيكم النهاردة بأقل من 50 جنيه هنملى الحلة الكشري؟ هنعمل شوية كشري مصري زي العسل، هنعرف فيهم كل الأسرار والتركات اللي هتخلينا نعمل كشري مظبوط 100%. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أفكركم أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الكشري التحفة الجميل والمفلفل ده ازاي. هنعمل حبة جيلي كمان معاه وحبة دقة وحاجة في منتهى الجمال. اول حاجه كده بسرعه هنولع البوتاجاز ونحط حله، وكنا نقعين الحمص قبلها بساعتين 3. ضفت فص توم، قرن فلفل حامي وطماطمايه وهنضيف الميه. وكده عملنا اول حاجه للكشري واكتر حاجه بتاخد وقت فبدأنا بيها. بعد كده حله فاضيه نزلت بكيلو من الطماطم ومعاهم قرن فلفل اخضر سواء حامي او بارد وربع كوبايه ميه وسبتها تتسبك. يلا نعمل البصل بتاع الكشري، هو البصل المحمر. قطعت البصل جوانح رقيقه جدا، وممكن كمان نعمله بمكنه الشيبسي. ضفت عليه معلقه كبيره مليانه من النشا. هقلب النشا كده واعفر البصل كله بالنشا، وفي زيت غزير وسخن هننزل بالبصل بتاعنا لحد ما ياخد اللون الذهبي. خلاص كده انا هسيبه، مش هاجي جنبه ولا هقلبه لحد ما يتحمر وياخد اللون الذهبي الجميل ده. هبدأ اطلعه، ومش هطلعه على مناديل مطبخ ولا على اي حاجة، انا هطلعه على مصفى علشان يصفي الزيت الزيادة ويفضل متهوي ويقرمش. كل اللي هعمله هرش عليه رشة من الفلفل الاسود، وكده بقى البصل جاهز. حلة فيها مية بتغلي، جبت كده تشكيلة من المكرونة زي ما احنا شايفين، اسباجيتي والمرمرية الصغيرة، وكمان اللي هي الانابيب الصغيرة دي بتبقى حلوة قوي في الكشري. المية حطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، وضفت كمان معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل. هديها تقليبة وهسيبها تتسلق، وانا ما بغطيش المكرونة، بسيبها تتسلق وهي مكشوفة 7 دقايق وكانت جاهزة. شطفتها كويس ونقلتها في علبة، وهضيف عليها كمان شوية من البصل من الزيت بتاع تحمير البصل علشان تفضل مفلفلة كده من بعضها وبتلمع. وكمان ضفت لها رشة من الفلفل الاسود، وكده بقت المكرونة بتاعتنا جاهزة. بعد كده هنروح نشوف الصلصه. خلاص اتسبكت اهيت على نار هاديه، وزي ما يكون استوت. انا بعملها زي المربى كده بتستوي. بعد كده باخدها بالهاند بلندر او بالخلاط، لازم اطحنها كويس جدا واصفيها. بزيت البصل كده نزلت بيه في الحله مع معلقه كبيره من الثوم المفروم. اول ما الثوم يتشوح وياخد اللون الذهبي الحلو، هنزل بمعلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه تتشوح. وبعد كده ضفت ربع كوبايه من الخل، وريحه الطشه مش قادره اقول لكم عامله ازاي. بعد كده هنضيف عصير الطماطم اللي احنا سبكناه مع بعض، وهنحط البهارات بتاعتنا اللي مفيش ابسط منها، ملح وفلفل وكمون. وحطيت كمان معلقه من بهارات صلصه الكشري، دي دلوقتي متوفره عند العطار، ولو مش موجوده مش لازم، ممكن نضيف شويه من البابريكا. رشه سكر، وسبناها تاخد غلوتين على النار. نرجع نبص على الحمص بتاعنا، كان خلاص استوى. وانا عايزه اقول لكم كمان ان انا كنت ضايفه له رشه من السكر، وما كنتش حطيت له ملح. في الاخر حطيت له الملح علشان ياخد التطعيمه ويتحدق. في زيت البصل حطيت شويه من الشعريه، وبعد كده نزلت بكوبايه من الرز المصري المغسول والمتصفي، ونص كوبايه من العدس الاصفر المغسول والمتصفي. وكنت نقع عدس بجبه لمده ساعه في ميه مغليه، اخدت منه شويه، قلبت كله كده مع الزيت لحد ما سخن. ضفت مكعب مرق، ملح وفلفل وكمون، وهقلب كله لحد ما الرز كله يسخن. وبعد كده هنزل بالميه المغليه على نار عاليه، هسيبه لحد ما يتشارب، وهغطي عليه وهوطي علشان يستوي براحته. كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة. نروح لباقي العدس اللي احنا كنا نقعينه لمدة ساعة في مية مغلية. هنحط له شوية مية ورشة من الكمون،
وهنسيبه لحد ما يستوي. العدس خلاص استوى، مش هياخد معانا 5 دقايق لانه منقوع، هصفيه وفي مقلاية تكون سخنة جدا. وبعد ما العدس اتصفى هنزل بالعدس في المقلاية السخنة على نار عالية لحد ما كل المية اللي فيه تتبخر وينشف تماما. شايفين ما عادش فيه مية خالص في العدس ونشف. بعد كده هضيف له معلقتين من الزيت بتاع تحمير البصل، وهحط له شويه من الملح والفلفل والكمون، وكمان رشه خفيفه من الكزبره الناشفه، وهسيبه كده يتغلف بالبهارات ويبقى مفلفل من بعضه. وده العدس اللي احنا بنحبه، ده غير اللي بيكون محطوط كمان مع الرز، ده بنحط منه كده طبقه من ضمن طبقات الكشري. الرز بتاعنا خلاص استوى واتشارب وبقى زي الفل. هديله كده تقليبه، شايفين مفلفل ازاي؟ واضافه العدس الاصفر بتفرق جدا في طعمه. يلا نعمل الدقه. معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص كوبايه من الخل، ربع كوبايه من الليمون، كوبايتين من ميه سليق الحمص، ضفت شويه من بهارات الدقه، شويه من الكمون، وكمان شويه من الكزبره الناشفه، ما بنحط لهاش فلفل اسود، وظبطت الملح، ومعلقه من الزيت بتاع تحمير البصل. وكده بقت احلى دقه عندنا جاهزه. طبعا لو عايزين نعمل شطه يبقى معلقتين شطه على شويه صلصه وشويه زيت من بتوع الكشري. وكده بقى طبق الكشري العالمي بقى جاهز. طعامه، توفير، كل حاجة كانت فيه حلوة، مفلفل وزي العسل. ودول الطبقين اللي احنا طلبناهم كده وكده يعني. وبكده بقى الفيديو بتاعنا خلص، وكمان عملنا شوية جيلي كده يرطبوا على القلب والدقة الحلوة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.